السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل لكم كل جديد وكل جميل. شوف الجمال بقى، وحذروا فزروا ايه ده. طبعا مربى ايه كمان، فراولة. يا سلام على الفراولة الجميلة اللي نازلة دلوقتي، البلدي الحلوة الرخيصة. وهنعملها بأرخص الأثمان وبإيدينا ونضيفة، وأحسن من اللي بيعملوها بره بالجيلاتين والألوان، وبيبيعوها لنا ب50 جنيه البرطمان و30 جنيه. شوفوا قوامها، شوفوا جمالها، شوفوا لونها. ولازم تتعلموها، سهلة جدا جدا جدا. يعني ب10 جنيه فراولة هتعملي 3 برطمانات وتملي بيتك خير. ولو عايزة تجيبي كمية وتدي لولادك سندوتشات يروح بيها المدرسة، بتقوي جهاز المناعة جدا جدا جدا، وبتمنع الميكروبات، وفيها الفيتامينات العالية. وتخشي تعملي بحث هتلاقي الفراولة دي، وسبحان الله ربنا حبى بيها بلدنا ومليانة. ودلوقتي الموسم بتاعها، وتلحقي تفرزي البلدي منها اهي، اللي شكلها عامل كده. وما تحطيش فراولايه تكون معطبة، ولا تحطي فراولايه تكون خضرة. لازم تكون مستوية وجميلة بالمنظر ده. شوفوا الجمال. الله عليك يا مصر، الله على بلدنا وجمال بلدنا والخير اللي فيها. وان شاء الله ربنا يملى بيوتكم خير يا رب. فهنعملها ونديها لولادنا يروحوا المدرسة، على نعملها رمضان ونخليها بتقعد فترة طويلة على السحور بين الوجبات، في كده سندوتشات سريع. جميلة جدا. شوفوا الجمال. وتنقيها كده مستوية الواحدة، وما تكونش فيها حتة مضروبة كده، تكون جميلة. بنجيبها بنغسلها، عشان لو هي رملية بنديها زي ما بنعمل الكوسة كده شوية. لو عادية بلدي زي دي كده بناخد القمع بتاعها ده اللي تحت. ولو لاحظتوا لما بشيل القمع تحتيه مستوي، مش بتقطعي تلاقيه ابيض، لا، كلها مستوية اهي. بنمسكها ننضفها نغسلها، وبعد ما بنغسلها بنشيل القمع بتاعها، وكلها واحدة واحدة. والفراولة دي يا جماعة والله من الحاجات الجميلة جدا والمفيدة للأطفال وللكبار. وبدل ما نجيب أدوية للمناعة اهي، حاجة كده من بلدنا ومن خير بلدنا، ورخيصة جدا. ب10 جنيه، يعني ب8 كيسين شيبسي هتعملي منها كمية كبيرة. بيتباع دلوقتي الفراولة وما تعرفهاش بيتباع ب30 جنيه و50 جنيه. ومش هي اهو، شوفي يعني ما طلعتش شوائب، رغم ان هي لازم تجيبيها مستوية. وهنكب عليها هنا معلقتين خل. الخل طبعا زي ما احنا عارفينه معقم ومطهر، وهيديها يحتفظ باللون بتاعها. هنبتدي ننقعها كده 5 دقايق بس، ما تتنقعش كتير عشان ما ينزلش اللون بتاعها اللي فيها، عشان تحتفظ باللون بتاعها. بس واحنا نقعينها هنبتدي بقى نقطعها 4 تربع كده، عشان نوريكم ازاي هنعملها. هنبتدي كل الفراولة الكمية اللي معانا ده طبعا كيلو، هنبتدي نمسكه كده ونقطعه 4 تربع. طبعا هتشوفوا طريقة المربى جميلة جدا وسهلة جدا، ما تستعصاش عليكم. طالب معاكي في الكلية ياخد برطمانين بدل ما يشتري هو واصحابه. الناس اللي هي قاعدة في الغربة، لو طلبة ممكن يعملوه او طالبات، يعني هيبقى موفر. ونظرا للحاجات الغالية الايام دي، وعشان ينزل يشتري برطمان مربى ومش عارف فيها ايه، طبعا بيعملوها بالوان ومادة الجيلاتين، فبتبقى حاجة كده زي البلاستيك. يعني لما تجيبيها وتلاقي طعمها مش حلو. وحتى لما كل اللي يقولك مربى، لا لا لا، الاطفال بطلت تاكل مربى. هنحط على الكيلو، هو كان كيلو ربع، فحطيت عليه 2.5 كوباية. الكيلو بياخد 2 كوباية سكر. عايزة تحطي 2.5 كوباية الا ربع، يعني حطي. هي المقدار المظبوط للكيلو 2 كوباية. هنبتدي نقلبها كويس، نخليها كده السكر يقعد ياخد ويدي فيها، عشان كلها يحصلها السكر. وبعد كده بقى هتشوف هنعمل ايه. هنبتدي نقلب فيها. والفراولة الايام دي جميلة، في نوعين، في نوع كده افرنجي، طبعا ما تجيبوش اللي عايز يعمل مربى ما يجيبش النوع التاني ده اللي هو شكله غريب كده. لكن دي الفراولة اللي اتعودنا عليها واللي شفناها، والموسم اليومين دول بالظبط، يعني ممكن تخلص منه.
فهنجيبها هنا وهنحط عليها ستريتش او تغطيها باي غطا وتحطيها في التلاجة. مثلا انت عملتيها بالليل تقومي تعمليها الصبح، انت عملتيها الصبح تعمليها بالليل، يعني تاخد 12 ساعة 6 ساعات. المهم يعني عشان ترتاح وتشرب. والسائل ما تحطيش فيها نقطة مية، ابعدي منها اي مية طالما ولا ايدك تبقى فيها مية ولا المعلقة ولا الحلة اللي هنستعملها. يعني ابعدي عن كل نقطة مية للفراولة عشان تبقى ناجحة وجميلة. وهتستفادوا بالفيديو ده جدا والله ومفيد. هنا بقى تاني يوم طلعناها، بصوا كمية المية اللي جابتها. طبعا ما حطيناش فيها ولا نقطة مية. المصانع بيحطوا مية وجيلاتين ومكسبات طعم وريحة فراولة وطعم فراولة، لكن دي طبيعية. طبعا غسلنا البرطمانات في مية سخنة ونشفناهم كويس جدا، ما فيهمش نقطة مية. يعني سبتهم يومين كاملين ركناهم. وانا بحب ان احتفظ بالبرطمانات الازاز بالذات، لان الازاز صحي. يعني ما تجيبيش يكون عندك برطمان بلاستيك وتحطي فيه، لا البلاستيك غير صحي بالمرة. يعني لازم يكون برطمان زجاج. هنجيب هنا بقى هنشيل من عليها الاسترتش، وشوفوا بقى كمية السائل اللي حتى البنات عملوا كيكة وخدوا منها شوية صوص وعملوه بالكيك، كان جميل كان تحفة الصراحة. اهو الصوص بتاعها شوفوا ازاي، وهي تحسوها اللون بتاعها بقى احمر قاني يعني جميل جدا. شوفوا السائل جميل ازاي. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا لايك وحطوا كومنت جميل زيكم كده. هنا بقى جبنا الحلة اللي هنحط فيها اي حلة عندك، وتنزلي بقى لو لقيتي بواقي سكر راسية من تحت تنزليها على الكمية بتاعتنا. وهنروح بقى بعد ما نخلص الكمية بتاعتنا دي هنحطها في الاناء بتاعنا ده، وهنروح بقى على البوتاجاز. شوفوا اللون وبيلمع ومفوش اي حاجة. هنبتدي بقى على البوتاجاز، دي المهمة اللي تخلي بالك منها. تحطيها على البوتاجاز وتخلي النار لمدة 5 دقايق، النار عادية. هتبصي هتلاقيها جابت ريم. اول ما تجيب ريم تستني كده، اول ما يتجمع تحاولي تشيلي الريم. تجيبي جنبك بولة صغيرة او طبق صغير وتشيلي الريم اول باول. كل ما يتجمع شوية ريم تشيليهم لمدة 10 دقايق شغالة النار. تروحي او 7 دقايق 5 دقايق توطي عليها النار. هي خدت مني نص ساعة على النار على اوطى. شوفوا بقى هنا بقى لسه ما وطيتش عليها، دي خدت لها حوالي 7 دقايق. انا عليت عليها يعني مخليها عشان الريم كله اللي جواها يطلع. هنا برضو موطية عليها خالص، مخليه البوتاجاز شعرة، يعني خدت حوالي 35 دقيقة. اما يبتدي بقى نشيل الريم كله كده بالطريقة دي، بنجيب يا حتة قرفة او قرنفل، يا نرمي عود قرفة، ما نحطش بودر، يا عود قرفة يا قرنفل. هنا هجربها اشوفها استوت ولا لا. فانا بحط في طبق كده واعمل فتحة كده، لو لمت على بعضيها تبقى لسه هي يعني قربت. لو العلامة اللي عملتها دي راحت لمت تاني خلاص تبقى لسه. فهنا جبت شاشة صغيرة وحطيت فيها قد 5 6 عواد قرنفل وحطيتها معاها. يعني ممكن ترميها من اول ما تيجي تحطي معاها تحطيها على النار، بيخليها طعمها جميل جدا. وهنحط ربع معلقة ملح ليمون، ده المادة الحافظة بتاعتها ولا حاجة تاني. او مثلا عندك ماء زهر تحطي نقطتين 3 بس. وابتدي هسيبها بقى لانها هي اهي على المعلقة قربت. ده الريم اللي طلعته منها. هي شوفي ما فيهاش ريم خالص، الريم الابيض ده اول باول بقيت اطلعه منها. وهنا بوريكم عيدان القرفة عيدان، اوعي تحطي قرفة بودر. الناس اللي بتحب القرفة يا دي يا شوية اهي. هنا ابتدت تشوفوا بقت لزجة ازاي. خلاص هنا برضو هعمل لها اختبار. شايفين ما رجعتش تاني ابدا، خلاص كده استوت. وهي حتى على المعلقة ما بتنزلش، يعني بتعمل علامة في المعلقة ده وخلاص هي كده استوت. يعني عندك هاند بلندر تديها بيه او هراسة بطاطس
او خلاط لو انت عايزاها دايبه. لو عايزه تاكلي كده القطع فيها سيبيها زي ما هي، يعني اديها كده ضربتين بالهاند بلندر وسيبي، لان بتبقى جميله القطع. بتبقى سندوتشات بالزبده لاولادنا، هيجي المدارس، هيجي رمضان، هتبقي يعني عايزه تقري قران، عايزه تبقي مع ربنا شويه، هم الاولاد تعملي لهم سندوتشات جميله كده ويروحوا مدرستهم. بتبقى جميله وبتبقى خفيفة ومغذية، يعني غذاء يعني غذاء كامل. هنا انا اديتها ضربة خفيفة بالهاند بلندر عشان انا عايزاها يبقى جزء فيها ناعم وجزء فيها فيه القطع، عشان لما تاكلي كده والقطع جميلة لما بتكون فيها. وشوفوا لونها، لا حطينا الوان صناعية ولا حطينا الوان مضرة. بصوا شكلها لزج ازاي من غير ما نحط جيلاتين ولا اي حاجة. ده الكيلو بتاع الفراولة. يعني دلوقتي برطمان الفراولة بنروح نجيبه ب50 جنيه او ب35 جنيه، اللي هي مش فراولة كمان، يعني حاجات كده ربنا يعلم بيها. شوفوا الجمال، شوفوا اللون والريحة بقى قلب الدنيا. يعني مش الفراولة بتتحدث عن نفسها، محدش بقى على ريحتها وجمالها. شوفوا شوفوا قد ايه. والبرطمانات دي بتشيل، يعني بسم الله ما شاء الله. هنا غسلنا التاني بقى، حطينا في التاني اهو. هنشوف تجيب لنا كام برطمان كده جميلة وهي لزجة جدا، ولسه ما بردتش. اما لما تبرد بقى يعني معلقة واحدة منها ما شاء الله عليها غذاء كامل، واولادنا بيحبوها جدا. شوفي بقى ما تديله كده الطفل وتديله طاقة وتديله فيتامين، والكبير وكبار السن، لكل الأسرة بسم الله ما شاء الله. وهتعملي مثلا ده كيلو، ممكن لو جبتي 3 كيلو هينفعك في رمضان، تدي حبايبك، تدي جيرانك، الولاد اللي رايحة الكلية، البنات اللي رايحة الكلية ياخدوا لهم برطمانين بيجوا تعبانين. شوفوا الجمال بقى، حاجة كده ولا أروع. عايزة تعملي مشروع، تعملي برضو مشروع وتبيعي، جميل جدا، فتحة خير والله أكبر. حاجة بسم الله ما شاء الله. وابقوا اشتركوا في القناة ودعمونا. وانا بشكر كل اللي على قناتي، ناس محترمة، وبشكر كومنتاتهم الجميلة. ويا رب كده يعجبكم الفيديو. هنا هجرب بقى واشوف بعد ما عبيت. بصوا اللزاجة، شوفوا جمال ازاي، ولا اروع، ولا فيها جيلاتين ولا حاجة، رباني، وحاجة نظيفة، وحاجة عاملاها في بيتك ومطمئنة، وما فيهاش اي لا مدة صلاحيتها انتهت ولا حاجة. السلام عليكم. اعملوا لايك للقناة.